والله العظيم وعزة جلالها هي أول مرة بطلع فيها بهي الحالة أنا على اللايف. والله العظيم هي أول مرة وعزة جلالة الله بوصل لهي المرحلة على اللايف. شو بدك مني أنت؟ بدك ياني امسك هي الكاميرا وروح على المخيم وصور أهلي لك يا زلمة لحتى تقول الله يبارك فيه. لك يا زلمة قديش كنت تافهين. لك شو هالمجتمع يلي وصلنا له نحن اليوم يا زلمة. شو لك شو هالقمة التفاهة يلي وصلنا لها لك أمة الله. لك أنا سوري يا بني آدم. هذا يلي بالمخيم لك من نفس بلدي، من نفس منطقتي. لك هالمرة بدي احترمها، بدي احترمها، بدي احترمها. بتعرف شو يعني بدي احترمها؟ ما فيني يا حمار يا جحش. أنا كإنسان أهله مربينه وكإنسان طلع من هي البيئة ما فيني امسكها لهي الكاميرا وروح صور يا جحش يا حمار. افهمها إذا فيك تفهمها. فهمها فهمها. ما فيني فوتوا لهذا المخيم بهي الطريقة يا جحش. فهمها فهمها. من المنطقة نفسها أنا. امبارح كنت مثلهم، اليوم أنا وصلت لهي المرحلة. بدك يعني يجي يتمنن عليهم؟ بأي منطق؟ بأي دين؟ وين موجودة هي؟ أنا بدي أدخل على المخيم وصور لك المخيمات. ليش؟ ليش؟ أنا بدي أطلع مرة. هي المرة أنا كيف بدي أطلعها عندي على الفيديو؟ كيف؟ بأي حق؟ بأي منطق؟ مين أنا؟ أنا يوتيوبر. أنا مالي شخص بشتغل بالأورينت، مالي شخص بشتغل بالجزيرة. ليس واجبي أنا كيوتيوبر روح صور هي الناس. احترمهم لهي الناس. احترمها احترمها. هي الناس سورية احترمها. ابن عمها موجود بغير بلد ما بيحب امه. يا اخي ابنه موجود ما بده يشوف امه على قناتك باليوتيوب. انت ليش بتصور؟ ليش شوفوني انا منيح؟ ليه انت بدك الناس تقول عنك منيح ولا بدك رب العالمين اللي يقول عنك منيح؟ غريب. صار اليوم تطلع الناس تقول لك اليوتيوبر الفلاني سرمايته بابن سوريا. لك يا قديش انا ما بصور ابن بلدي. ما بصوره لك اخي. انا اهلي علموني فعل الخير يمينك يسارك، ما لازم تضرب يمينك. هذا الشيء اللي تربيت عليه. غريب اليوم انا صرت شخص تافه قدام العالم. ليش اخي انا شخص تافه؟ ليش انا اليوم البوستات عم تنزل هالقد فيني؟ اكبر يوتيوبر سوري يا زلمه. انا بطلع 60-70 الف دولار بالشهر. عزان اني اعطي كل شهر 30 الف دولار لاولاد بلدي واقعد اصور لك فيديوهات واعمل. بس هل هذا منطق يا زلمه؟ هل هذا منطق؟ هل هذا منطق اخواتي؟ اليوم السوري يا زلمه يصور بابن بلده انه محتاج فوق ما الحرب اجت عليه، فوق ما الدنيا اجت عليه، فوق ما الذل اجى عليه، فوق ما المطر اجى عليه، فوق ما الخيمة اجت عليه، اجى لسه اليوتيوبر يا زلمه ماسك كاميرا وجاي عم يصور فيه. بحكمك شو؟ بحكمك يوتيوبر؟ عامل حملة؟ ايه. انا بنت عمي ليش تطلع بهي الحملة؟ انا اخي ليش يطلع بهي الحملة حبيبي؟ ليش؟ عم تقلي انا اذا ما ساعدت غير؟ لا، نحن كل يوم بنشوفهم على القنوات الاخبارية، كل يوم بنشوفهم. الاورينت كل يوم بتطلع خبر شكل، الجزيرة كل يوم بتطلع خبر شكل، البوستات معباية الفيسبوك، معباية الانستغرام، مجموعات خيرية ما هب ودب. انت كيوتيوبر شو شكك بالموضوع؟ شو شكك بالموضوع اخي؟ ولا شو هي جابت مشاهدات؟ طلعنا من هالحال. لأمه ولأبوه، بس لأخته ما بصير يجي يحكي عشان ما تصفي موضوع رياء. يروح يقعد بينه. بدك الناس تحبه بس شي نعمله لله ما ضل أخي. يا سامر، خالد كيفك؟ يسعد صباحك يا رب. إن شاء الله بخير صديقي. داعي لك يا رب. باشا السؤال وأنا بدي أخذ إذنك إنه هذا الشيء أنا يعني ينبس عندي مثلا إنه الناس تسمعه من خلالي من يوتيوب أو عندي بالفيسبوك أو غيره.
عندك إيه، مشكلة؟ تفضل أمر. لا باشا مش مشكلة. باشا حضرتك شو بتشتغل؟ صراف. صراف. مكتب حوالات. طيب باشا أنا الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، بس من عندك شيلني من الناس الثانية اللي أنا ببعت من عند غيرها. باشا أنا شو تكلفتي الشهرية كل شهر؟ ما يقارب، أحيانا توصل $20,000، أحيانا $17، أحيانا يعني يتجاوز المبلغ شوي أو ينقص شوي، بس تقريبا من عندي أنا اللي بيطلع حساب إلي عندك شيء 20 ل 17، زايد شوي ناقص شوي. طيب ماشي خالد، الله يعطيك العافية. بس باشا أنا هي الأموال استحلفك بالله، مين في شخص من بيت وحود بيستلم؟ استحلفك بالله، استحلفك بالله، مين في من بيت وحود بيستلم؟ الأسماء اللي تجيني بشكل عام أيوة. ما فيها كنية وحود، بس ما في اسماء متشابهه بشكل عام يعني، وكل عم تروح مبالغ صغيره نوعا 500 200 300 400 200 500. تمام باشا، تمام، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير يا خالد.